ومسرح تفاعلي ممكن يبقى تفاعلي as ان الجمهور is invited to be part of the scene، ده تفاعلي، او تفاعلي meaning ان الجمهور is within the scene. المسرح التفاعلي is very challenging. هو المسرح عامة تمثيل مطلق مش اسهل حاجة في الدنيا. هو في ميكس ما بين الاتنين، ما بين المسرح الحقيقي اللي فيه اودينسز بتسمع تاخد رد الفعل دايركتلي، وفي نفس الوقت ما بين انه هو طبيعي جدا لانه الاودينسز قريبين جدا منك. النوع ده من المسرح نقدر نقول هو تطور كبير قوي عن اللي كان بيحصل، بس هو ككل حاجه كعادة كل حاجه هو جه متاخر قوي وما انتشرش. فهي الفكره كلها انه انت مش عارف، انت حقيقي داخل كل يوم مش عارف الناس هتعمل ايه. هي التريك اي جاس ان انت تبقى you're aware ان في ناس بس actually you don't care. I think انه لما بتبقى قاعد انت on a seat وبتبقى somehow يعني في distance بتبقى emotional كمان شعوريا. I think انه بيبقى الاحساس اعلى بكتير قوي بتاع الجمهور. و I think كمان انه انت ممكن تختار الانجل اللي انت تشوف منها المشهد، وكذلك الانجل اللي انت تشوف منها القصة. يعني في موقف انا ومحمود فيه في حته كده بنبقى قاعدين في الارض وجنبنا يعني قاعدين جنب حد، اكتر في ناس تبقى قاعده في المكان اللي احنا قاعدين فيه، ففكره ان انا ما افصلش وان انا افضل في الكاركتر بتاعي واعمل الدور بتاعي دي فعلا صعبه. احنا الاول بنبدا نشتغل على هيدلاينز كبيره، عايزين نتكلم عن Love in 2021 مثلا، وبنشتغل على درافتس لغايه لما نوصل لاخر درافت ان احنا بنحس ان قد ايه الموضوع قرب للشكل الطبيعي. بيبقى مجهود مشترك ما بيني وما بين الممثلين. التفاعلي بالذات يمكن عشان فكره انه فعلا هو مفيش فكره الحائط الرابع اللي هو المفروض بيبقى الجمهور وهو قاعد تحت وبيبص لك كده وانت واقف على خشبه وبتاع whatever happens في الصاله انت مالكش دعوه بيه. ده مش موجود، انت مش في عالم موازي، انت معاهم اكشلي وهم معاك. حاليا احنا عندنا 2 productions بنعمل لهم يعني touring every now and then. عندنا My Bedroom او أوضة نومي، وعندنا مسرحية تانية اسمها النجاة لإخراج نجيب محفوظ.